السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا لو عندنا مناسبة سعيدة وعايزين نقدم فيها تكون حاجة شيك ومختلفة. كمان لو عندنا خطوبة وعايزين نقدم للمعازيم حاجة تكون شكلها شيك وفي نفس الوقت طعمها حلو. الفكرة دي حلوة جدا والتزيين ده شكله مميز وحلو جدا. المرة اللي فاتت عملنا مع بعض جاتوهات كانت سهلة وبتزيين بسيط. المرة دي عملنا جاتوهات، انا سميتها جاتوهات سواريه، حلوة جدا شكلها حلو جدا تشرفنا في اي مناسبة. يلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الجاتوهات القمر دي ازاي مع بعض. بس الاول اللي لسه ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للجاتوهات القمر دي، ويلا بينا نبتدي في الفيديو بتاعنا. اول حاجة عندنا هي القطاعات. انا اخدت المقاس الكبير من القطاعات اللي موجودة عندي. طب لو مش متوفر عندنا القطاعات نعمل ايه؟ عادي جدا مفيش اي مشكلة. ممكن نرسم مثلا شكل القلب ونبتدي ان احنا نحدده بالسكينة. ممكن نرسم شكل مربع ونحدده برضو بالسكينة. يعني القطاعات مش مشكلة خالص، لو مش متوفرة عندي مفيش اي مشكلة. تمام. بعد كده ببتدي احدد بالقطاعات، يعني شكل القلب، شكل المربع، شكل الوردة. يعني القطاعات بقى المتوفرة عندي ببتدي ان انا استخدمها. طيب علشان اقطع بقى الكيك ما بهدرش فيه، يعني ايه؟ كل مسافة بتبقى جنب بعضها. شايفين انا استخدمت القلوب اللي هو مش سايبة مسافة ما بين كل قلب والتاني، اللي هم ورا بعض. فاهميني؟ بحيث ان انا استغل كل حاجة في الكيك. طبعا اللي هي البواقي دي ممكن نعمل بيها حاجات كتيرة جدا، يعني ممكن نعمل بيها كيك بوبس، ممكن نعمل بيها اللي هي القوالب اللي بتبقى بالكريمة. يعني بنستغلها في حاجات كتير، مش هنرميها ولا حاجة، بس علشان ناخد اكبر قدر يعني من القالب بتاعنا اللي احنا سويناه في الكيك. فاهمين قصدي؟ بس كده ببتدي ان انا بقى احدد تبقى جنب بعضها بالشكل ده، وبخلص الكمية بتاعتي كلها علشان ابتدي بعد كده نشوف هنعمل ايه في الكريمة وهنزين هنكمل التزيين بتاعنا ازاي. بس زي ما قلت لكم لو القطاعات دي مش متوفرة عندكم مفيش حوار خالص، يعني عادي جدا. زي ما قلنا ممكن نحدد بالسكينة وبنعمل الشكل اللي احنا عايزينه، مفيش اي مشكلة. بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها كده بالشكل ده. دي الكمية اللي انا عملتها. كمان استخدمت المقاس الاصغر من القطاعات. عملت منه الحجم ده حلو جدا، لو هنعمل الميني جاتوهات هتبقى حلوة جدا. نيجي بعد كده للقوالب اللي احنا هنحط فيها الكريمة. استخدمت القوالب الكبيرة للمقاس الكبير، واللي هو القالب ده بتاع الكيك بوبس هنستخدمه للحجم الصغير من الميني جاتو. دي كمية الكيك اللي احنا عملناها كده بقت جاهزة معانا. بركنها بقى على جنب وبنتكلم بقى شوية كده عن القوالب اللي احنا هنستخدمها للكريمة. عندنا الشكل اللي هو بيبقى الممسوح ده. كمان عندنا اللي هي بيبقى فيها نقشة. يعني زي ما نحب، دي الحجم من الكبار دول للحجم الكبير. اما الصغير ده زي ما قلنا للميني جاتوهات اللي احنا عملناها. عندنا بقى الكريمة، لازم الكريمة يكون طعمها حلو، يعني ما ينفعش ابدا استخدم كريمة سادة. لازم يكون فيها طعم. وكمان بحشيها اي حشوات بقى احنا عايزينها. الكريمه هنا انا حاطه عليها معلقتين كبار من النوتيلا وقلبتهم كويس جدا عشان يكون طعمها حلو. كمان حشيتها بمعلقه من مربى الحليب، يعني كل واحده كده حطيت فيها معلقه وكملت بطبقه تانية من الكريمه. بحط طبقه بعد كده بحط اللي هي المربى الحليب، طبعا اي حشوه احنا حابينها يعني. وبغطيها بقى بطبقه تانية من الكريمه. وبعد ما بخلص الكميه بتاعه القوالب كلها ببتدي ان انا بالسكرابر كده ببتدي ان انا اسويها.
خلصت كده الكمية بتاعتي كلها، ببتدي بقى اسويها بالسكرابر علشان ادخلها الفريزر. لازم ادخلها الفريزر ولازم تبات، يعني بعملها قبلها بيوم، بحطها في الفريزر، لازم فريزر ما ينفعش تلاجة. لتاني يوم بقى، يعني خلاص جهزنا الكيك جهزنا الكريمة، بدخلها التلاجة تبات، وبعد كده ببتدي ان انا اخرجها بقى تاني يوم، اكمل بقى فيها تزيين. ظبطتها كده بالسكرابر بالشكل ده. نيجي للشكل اللي هو المنقوش. حطيت كمية من الكريمة وبحط ليها اوريو. ممكن نحط قطعة الاوريو كده كاملة، بسكوتة الاوريو كاملة، او نكسرها، يعني ايا كان، المهم ان احنا نكون حاشينها حشوات يكون طعمها لذيذ. كده خلاص، ده تاني يوم خرجناها بقى من الفريزر كده، جامدة ومتماسكة وحلوة جدا. بحطها على شبكة، بحط بقى برص كل الكمية كده على شبكة علشان اكمل فيها التزيين. لازم الكريمة تكون متماسكة، يعني وانا بعمل الكريمة اصلا لازم الكريمة بتاعتي تكون اصلا جامدة، فاهميني؟ ما ينفعش تكون سايلة. كمان خطوة الفريزر ان هي لازم تبات لتاني يوم علشان تكون متماسكة، واقدر ان انا اخرجها كده من القوالب بكل سهولة. جبت بقى نوتيلا سايحة وبدأت ان انا اغطيها كده بالنوتيلا. طبعا الاطراف دي هي باينة عادي، مفيش مشكلة، لان لسه هنكمل فيها التزيين، فالكلام ده كله مش هيبان معانا. بس طبعا لو مش هتعملي الروزيتات اللي انا هعملها في النهاية دي، يبقى لازم تغطيها كلها بالنوتيلا. يعني تاخدي بالك لو في مكان مش متغطي بالنوتيلا، لا لازم تغطيها كويس جدا كلها بالنوتيلا، علشان التزيين في النهاية يطلع الفينش بتاعك حلو جدا. فحاجات بسيطة بس لازم اقولها لكم، ولازم ناخد بالنا منها في التزيين عشان يطلع في النهاية التزيين بتاعنا حلو والفينش بتاعنا يكون مميز. طيب بعد كده ببتدي اجيب اللي هي النوتيلا البيضة، حطيتها كده في كيس حلواني وعملت منها فتحة بسيطة جدا. نزلت بقى عليها بخطوط رفيعة كده من النوتيلا البيضة حلوة جدا. جبت الكيك وحطيت الورقة اللي هي بتاعت الجاتو، وحطيت عليها قطعة كده من الكيك، وبدأت بقى أشيلها وأحطها عليها كده بالشكل ده. هرص بقى الكمية بتاعتي علشان نكمل التزيين. طبعا انا بتعامل الخطوات بسرعة جدا، لان الكريمة بتكون خارجة من الفريزر، ف هتسيح منك يعني سيكة كده، فلازم تكون الخطوات بتاعتك سريعة. ولازم خرجتها من الفريزر لازم فورا اللي هو بشيلها من القوالب، ما تطلعهاش من الفريزر وتسيبيها، هتلاقيها ساحت، هتيجي تخرجيها هتلاقيها بتبصم في ايدك ومش هتبقى حلوة خالص. فاول ما تخرج من الفريزر لازم على طول تشيليها من القوالب فورا. وتبتدي بقى ترصيها على الشبكة، وتزيني التزيين اللي هي الخطوط او اللي هي النوتيلا اللي احنا غطيناها بالنوتيلا، فاهميني؟ فلازم الخطوات تكون سريعة علشان ما تسحش منك. بعد كده بقى لما تحطيها على الكيك خلاص، هي خلاص كده مسكت نفسها، بندخلها بقى التلاجة عادي جدا، بتكون متماسكة ومفيش اي مشكلة. جبت بقى الروزيتات كده حواليها بالشكل ده، قفلتها كلها من تحت بروزيتات صغننة كده. هكملها كلها كده بروزيتات من تحت علشان اكون مقفله شغل زي ما قلت لكم. وانا بحط النوتيلا فما دققتش يعني قوي في موضوع لو هي في حته ما فيهاش نوتيلا من تحت. ليه؟ لان انا كنت هقفلها بروزيتات كده، فالتزيين بتاعي هيبقى الفينش حلو جدا، فاهميني؟ فدي حاجات بسيطه لازم ناخد بالنا منها. لو مش هنعمل حواليها روزيتات كده، يبقى لازم تكون متقفله كويس جدا النوتيلا، يعني متغطية كويس جدا، تشوفي كل الأطراف أو الجوانب بتاعتها تكون كلها مليانة بالنوتيلا. شكلها حلو جدا، تزيينها سهل، تزيينها بسيط، يعني فيها خطوات ولازم نمشي على الخطوات مظبوط علشان تطلع معانا في النهاية الفينش بتاعنا يكون كويس جدا. اهم حاجة كل خطوة قلناها تاخد حقها كويس جدا علشان النتيجة في النهاية تكون حلوة جدا.
كمان حطيت عليها قلوب من الشوكولاتة كده بالشكل ده، ورشيت رشة من الدست اللي هو الذهبي، طبعا بيدي لمعة حلوة جدا، وهتظهر كمان لو في اي مناسبة فبتبقى حلوة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب التزيين يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للجاتوهات القمر دي. اشوفكم في فيديو جديد على خير، شكرا لكم، مع السلامة.